في زمن تتزاحم فيه الحروب غير المعلنة، لم يعد العالم ينتظر بيانات رسمية ليعرف أن الصراع قائم، فالمعارك أصبحت تجري في الجو والبحر والفضاء الإعلامي، بينما العيون متجهة إلى كل خطوة تخطوها القوى الكبرى. في هذا المشهد المتشابك برزت الجزائر كرقم صعب لا يمكن تجاوزه، بعدما تحولت إلى مسرح صراع خفي بين الناتو وروسيا، ليس لأنها طرف مباشر في الحرب الأوكرانية، بل لأنها أصبحت الوجه الذي لا يريد الغرب أن يرى فيها الصاروخ الروسي إسكندر، ومع ذلك وصل إليها رغم الحظر والمطاردات، ليشكل ذلك أخطر خبر في قلب هذه المواجهة. القصة بدأت عندما اعترضت مقاتلات F-35 الإيطالية طائرة شحن روسية عملاقة من طراز أنتونوف 124 رسلان. الطائرة كانت محملة بصواريخ إسكندر المتطورة، ووجهتها الأصلية الجزائر، غير أن المخابرات الإيطالية وبتنسيق مباشر مع قيادة الناتو قررت أن تغير مسارها نحو كالينغراد الروسية لتفادي صدام محتمل. كان الهدف واضحا: منع وصول السلاح إلى الجزائر بأي ثمن. لكن ما جرى لاحقا كشف أن المطاردة لم تمنع الهدف من التحقق، إذ تمكنت الجزائر من استلام الشحنات بطرق أخرى، وهو ما اعتبره الخبراء خرقا غير مسبوق للخطوط الحمراء الأطلسية. هذا الحدث لم يكن معزولا، بل جاء في سياق سلسلة طويلة من المواجهات غير المباشرة في البحر الأسود وبحر البلطيق. باتت السماء مسرحا لمطاردات بين الطائرات الروسية والأطلسية. الغواصات الروسية من طراز ياسين واجهت قوات الناتو البحرية في مشهد ينذر بالتصعيد، وفي حادثة أخرى اقتربت طائرة روسية بشكل خطير من طائرة الاستطلاع الأمريكية بوسيدون، في مشهد وثقه الطيار الروسي بالفيديو ونشر ليؤكد أن موسكو لا ترتخ للابتزاز. كلها حلقات في حرب غير معلنة، هدفها النهائي كان واحدا: وقف انتقال إسكندر إلى الجزائر. لكن لماذا هذه الحساسية المفرطة من وصول إسكندر إلى الجزائر؟ الجواب يكمن في طبيعة الصاروخ ومكانة الجزائر. مع إسكندر ليس مجرد صاروخ باليستي تقليدي، بل هو سلاح رادع قادر على اختراق معظم أنظمة الدفاع الجوي الغربية. لقد أثبتت الحرب الأوكرانية أن هذا الصاروخ يتجاوز الباتريت الأمريكية والثاد وحتى القبة الحديدية الإسرائيلية. لقد تحول إلى كابوس للحلف الأطلسي، لأنه ببساطة أظهر عجز التكنولوجيا الغربية في مجال الدفاع الجوي. وحين ينقل هذا السلاح إلى الجزائر، الدولة العربية والإفريقية الأكبر مساحة وصاحبة الجيش القوي الذي يتربع على قمة جيوش القارة، فإن التوازن يتغير بالكامل. الجزائر ليست دولة تابعة ولا قاعدة خلفية لأي قوة، بل هي دولة مستقلة بنت استراتيجيتها على الندية مع الجميع، ورفضت التبعية منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي. إدخال إسكندر إلى منظومتها الدفاعية يعني أن تضيف طبقة جديدة من الردع تجعل أي مغامرة ضدها أو ضد مصالحها في المتوسط وإفريقيا مغامرة انتحارية. الناتو يدرك هذه الحقيقة، لذلك اعتبر أن نقل إسكندر إلى أي بلد خط أحمر، سواء إلى الجزائر أو حتى إلى مناطق روسية بعيدة عن أوكرانيا. الطائرة الإيطالية انطلقت من أستونيا وليس من إيطاليا، في إشارة إلى أن العملية كانت جزءا من خطة أطلسية شاملة لا علاقة لها بقرار روما وحدها. كل ذلك تحت شعار الأمن القومي للناتو، الذي يعني في الحقيقة حماية التفوق الغربي من الانهيار. الأمر لا يتعلق بالجزائر فقط، بل أيضا بالهند، فالتعاون الروسي الهندي لتطوير باراموس، وهو صاروخ مشترك يبنى على أساس إسكندر، واجه رفضا أمريكيا قاطعا. واشنطن لا تريد نسخة جديدة من هذا السلاح ينتشر في آسيا، تماما كما لا تريد أن ترى النسخة الأصلية تستقر في شمال إفريقيا. وهكذا أصبح إسكندر العنوان الأكبر لحرب غير معلنة تخاض في الجو والبحر والدبلوماسية. غير أن الجزائر لم تنظر إلى الموضوع بعين الحذر الغربي، بل بعين السيادة الوطنية، فهي لا تستورد السلاح لتكون أداة في يد أحد،
بل لتبني قدراتها المستقلة. من هنا كان قرارها الاستراتيجي بالمضي قدما نحو إدخال إسكندر إلى ترسانتها، سواء عبر الاستيراد المباشر أو عبر خطط للتصنيع المحلي على المدى البعيد. تقارير استخباراتية غربية تدرس فعلا نسخا من الصاروخ لتطويرها محليا، وهو ما جعل إسرائيل تتحرك لمحاولة خلق توازن صاروخي مقابل، لكنها حتى الآن فشلت في ذلك. وما يزيد أهمية الحدث أن وصول الصواريخ تزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي أظهر هشاشة الدفاعات الغربية. فجأة لم يعد التفوق الأطلسي مضمونا، بل أصبح السلاح الروسي والإرادة الجزائرية والإيرانية عوامر تقلب الطاولة. ولهذا جندت الولايات المتحدة الأمريكية قدراتها الاستخباراتية لملاحقة أي رحلة تحمل صواريخ إسكندر، وأرسلت مقاتلاتها في البحر الأسود والبلطيق والمتوسط، لكنها فشلت في منع وصول الشحنات إلى الجزائر، وهو ما يعتبر انتصارا استراتيجيا للجزائر وروسيا معا، لكنه قبل كل شيء انتصار لقرار الجزائر السيادي. اليوم ما يربك الغرب أكثر هو أن الجزائر لا تكتفي بامتلاك إسكندر، بل تضعه ضمن رؤية أشمل لبناء صناعة عسكرية متقدمة. لقد كان تصنيع إسكندر جزءا من حساب جزائري بعيد المدى، بحيث لا تبقى الجزائر رهينة لقرارات الخارج، بل تبني قوتها بنفسها. لهذا السبب كل محاولة غربية لخلق توازن عبر إسرائيل أو غيرها تبدو ضعيفة. أمام إصرار الجزائر على المضي في هذا الطريق، الأمريكيون بدورهم أدركوا أن لا سلاح لديهم يعادل إسكندر. كل المنظومات الدفاعية التي جرى الترويج لها أثبتت محدوديتها. إيران على سبيل المثال أسقطت الباتريوت والثاد والقبة الحديدية دفعة واحدة، بل أنظمة الليزر التي راهنت عليها واشنطن سنتين متواصلتين انتهت إلى فشل ذريع. النتيجة كانت صادمة، لا يوجد في الترسانة الأمريكية ما يقابل إسكندر، وهذا ما جعل امتلاكه من طرف الجزائر نقطة تحول استراتيجية. لهذا تحركت أفريكوم الأمريكية لمحاولة التفاوض مع الجزائر على تفاهمات في محاولة لتقييد استخدام أو نشر الصواريخ، لكن الجزائر بعقيدتها الراسخة رفضت أن تكون جزءا من مساومات على حساب سيادتها، فهي تدرك أن الغرب يستخدم لغة مزدوجة يدعو إلى الحوار في العلن بينما يرسل مقاتلات لاعتراض الطائرات في الخفاء. ومع ذلك وصل إسكندر إلى الجزائر. هذا هو بيت القصيدة. رغم كل الضغوط والمطاردات، ورغم اعتراض الطائرة أنتونوف 124 وتحويل وجهتها، نجحت الجزائر في تأمين وصول الصواريخ. الخبر الذي حاول الغرب التكتم عليه تسرب عبر تقارير استخباراتية تحدثت عن أعداد هامة وصلت بالفعل. مجرد الحديث عن ذلك جعل واشنطن وباريس وتل أبيب تعيد حساباتها، لأنه يعني أن الخطوط الحمراء المرسومة على الورق لا قيمة لها أمام تصميم الجزائر. إن وصول إسكندر إلى الجزائر رغم اعتراض الطائرات الإيطالية وانطلاقها من أستونيا، ورغم الضغوط عبر أفريكوم، ورغم التهديدات المباشرة، يمثل تحولا تاريخيا في التوازنات. فأفريقيا لم تعد ساحة فارغة، والجزائر لم تعد مجرد دولة مراقبة للصراع، بل أصبحت لاعبا يمتلك من أدوات الردع ما يكفي لفرض احترامه. الخلاصة أن الجزائر اليوم تؤكد للعالم أن السيادة لا تستجد من أحد، بل تحمى بالدم والعرق والإرادة. لقد حاول النيت أن يجعل من إسكندر خطا أحمر، لكن الجزائر كسرت الخطوط وفرضت واقعا جديدا، واقعا يقول أن شمال إفريقيا والمتوسط لم يعد تحت السيطرة الأحادية للغرب، بل دخل مرحلة توازن جديدة عنوانها الجزائر القوية المستقلة صاحبة القرار الحر، التي وصلت إليها صواريخ إسكندر رغم كل الحظر.